بنكون مش محتاجين تغيير كبير، محتاجين تغيير صغير، نبطل عادة، نبدأ روتين معين، ناخد خطوة. بس نستنى الفرصة المناسبة، نستنى الظروف تتحسن، نستني علامة تقولك يلا. بس الحقيقة مفيش حاجة اسمها لحظة مناسبة. اللحظة المناسبة دايما بتحصل من لحظة صغيرة جدا، لحظة داخلية بس بتغير كل حاجة. طب ما تيجي نحكي الحكاية. قلنا قبل كده ان غالبا التغيير بيحصل من موقف عادي جدا، كلمة من شخص غريب، سطر في كتاب، نظرة في المراية، وحتى لحظة صمت في نص الزحمة. لحظة بتحرك حاجة جواك، بتخليك تفكر بصدق: هو انا ماشي صح؟ انا مرتاح؟ هل فعلا دي الحياة اللي انا عايزة اعيشها؟ اللحظة دي مش لازم تكون درامية، لكنها دايما لحظة فيها وعي جديد، وده اللي بيحرك التغيير. الناس بتفتكر ان التغيير محتاج قرار كبير، لكن الحقيقة ان القرارات الكبيرة وراها سلسلة من القرارات الصغيرة. زي ما جيمس كلير قال في كتابه اتوميك هابت: التغيرات الصغيرة بتتراكم وبتخلق في النهاية نتيجة عظيمة. يعني قرار تمشي نص ساعة كل يوم بدأ من لحظة خنقة حسيت فيها انك محتاج تهرب من كل حاجة. قرار تبطل تأجيل بدأ من لحظة تعب وإحباط لما لقيت نفسك بتعيد نفس الحاجة. التغيير بيبدأ لما بنشوف نفسنا بوضوح. كتير مننا عايش في اوتوماتيك مود، بيصحى يكرر نفس الأفعال، نفس الغلطات، نفس القرارات ونفس الأعذار. بس اللحظة اللي بنقف فيها ونسأل انا ليه بعمل كده، دي لحظة وعي، ومن الوعي بيجي التغيير. جرب كده في لحظة هدوء في يومك تسأل نفسك: ايه الحاجة اللي بتستنزف طاقتي؟ ايه اللي نفسي اغيره ومش قادر؟ ايه اول خطوة بسيطة ممكن ابدأ بيها؟ الاسئلة دي هي مفاتيح التغيير، ومش لازم خالص انك تلاقي اجابات فورية، لكن اللي لازم انك تبدأ تسأل. خلينا ندعم الكلام ده بأمثلة من الحياة العملية. شاب بيكره شغله، كل يوم بيرجع تعبان، لحد ما في مرة شاف اعلان بسيط عن كورس وقال هجرب، والكورس ده غير مسار حياته بالكامل. بنت كانت دايما بتحس انها مش كفايه لحد ما كتبت في نوتة صغيره: انا استحق حياه افضل. والورقه دي فضلت قدامها كل يوم، تذكير صغير لكنه غير تفكيرها. التغيير دايما مش محتاج قفزه، ساعات كل اللي محتاجه هو زقه صغيره، لحظه صدق. طب نبدا ازاي؟ لو مستني اللحظه المثاليه فانت مش هتبدا. ابدا من دلوقتي بحاجات بسيطه. اكتب الحاجه اللي مضايقاك على ورق، خد 10 دقائق كل يوم اقعد فيهم مع نفسك، اسال حد تثق في رايه بصراحه، اسمع فيديو يلهمك، اقرا اول صفحه في كتاب بيغيرك، نام بدري واصحى بدري. الخطوات الصغيره دي هي اللي هتبني معاك عقليه التغيير. وخلونا اقول لكم الملخص في نهايه الفيديو: التغيير مش فكره معقده ولا عمليه محتاجه خريطه طريق ضخمه، وبس بيحتاج لحظه تقول فيها انا استحق افضل حاجه، لحظه تبدا فيها خطوه صغيره مهما كان. وزي ما قالوا رحله الالف ميل بتبدا بخطوه. فابدا انت خطوتك دي، وخطوه جديده، درس جديد، واحنا دايما مع بعض في رحله المعرفه.